قلقانة من كمية اللبن بتاعة الرضاعة عندك وحاسة ان هي ممكن ما تكفيش طفلك، وكمان جربتي وصفات شعبية كتير وكل ده ما كانش ليه اي لازمة. عايزة اقولك ان انا في يوم من الايام كنت كده، بس اتعلمت ازاي ممكن ازود اللبن بطريقة مضمونة فعلا من غير طرق شعبية او طرق افتكاسات ملهاش لازمة، وقدرت ان انا اخزن اللبن لبنتي حتى وقت وانا مش موجودة لفترات طويلة. تعالي اقولك ايه اللي عملته بالظبط عشان ازود اللبن. اهلا بيكي مره تانية في مامي ستوك. انا عارفه ان اغلب الامهات عندها هواجس كتيره قوي بخصوص كميه اللبن، وخصوصا الامهات اللي بتتعرض فعلا ان اللبن بيقل، وناس كتير قوي بسبب ضغط الاهالي عليها تدخل لبن صناعي من غير حتى ما يرجعوا للدكتور. انا مش هقولك ان ده غلط، بس انا هقولك ان اغلب الامهات اللي حتى نقص لبن الرضاعه بتاعتها يقدروا بطريقه صح ان هم يحفزوا المخ على انتاج كميه لبن كفايه جدا لطفلهم حتى لو قلت. المهم ان انت ما تتسرعيش، تاخدي خطوات قبل ما ترجعي للدكتور المختص عشان تعرفي هل فعلا هو محتاج ان هو ياخد فتره انتقاليه من الحليب الصناعي، ولا انت بس حفزي واسمعي الفيديو ده واعمليه وده هيكون كافي ان انت ترجعي اللبن تاني. اهم حاجه لازم تعرفيها عشان تزودي اللبن هو مبدأ العرض والطلب، هو انه كل ما الطفل يفرغ كميه كبيره من اللبن كل شويه ويخلص الثدي للاخر، ده بيبعت اشارات للمخ ان الطفل محتاج لزياده وبيطلع له تاني. طيب، المشكله فين؟ لو الطفل بياخد مثلا معدل 8 ل 12 رضعه وانت مش ماشيه على جدول معين وبترضعيه وبيخلص اللبن للاخر، فانت كده بشكل تلقائي هيزيد اللبن، ودي حاجه تطمنك. طيب لو ما بيحصلش كده، ايه اللي ممكن يعطل ده ان يحصل؟ اول حاجه ان الطفل بعد الولاده بيكون مرهق قوي زيك زيه، فبيكون بينام لفترات طويله وممكن حتى ان هو يفوت رضعات، وده بيدي اشارات للمخ ان هو يقلل اللبن. ففي الحالة دي بنحاول إن إحنا نفوقه ونديله رضعات حتى لو هو نايم. طيب إيه كمان ممكن يقلل؟ إنه لو الطفل ما بيعرفش يعمل حاجة اسمها التقام صحيح، إن هو بياخد الثدي بالحلمة والهالة بالشكل الصح للآخر، وده برضو هنتكلم واتكلمنا عنه قبل كده في فيديو، هنتكلم كمان عنه في فيديوهات تانية واسيب لك اللينك بتاعه في الديسكريبشن. الموضوع ده مهم جدا، لأن هو لو الطفل مش بياخد الحلمة بالهالة بالشكل الصحيح وبياخد الثدي بشكل صحيح، مش هيطلع له لبن كفايه يكفيه، وانت كمان هيتعبك وقت الرضاعه، وده هيدخلك في حاجه اسمها تحجير الثدي. تحجير الثدي اللي لو اتساب وما اتعالجش بيقلل جدا ادرار اللبن، بيحصل عاده عشان الطفل مش بيعرف يرضع صح، بياخد الحلمه من غير ما ياخد الهاله معاها، وده بيعمل لك تشققات في الحلمه والم شديد قوي. المفروض ان هو يتعلم حاجه اسمها الالتقام الصحيح، ان هو ياخد الحلمه بالهاله كلها، وده بيخلي اللبن يزيد وكمان الألم يروح. واتكلمت عن كل التفاصيل دي، وهسيب لك لينك الفيديو اللي اتكلمت عنه في الديسكريبشن عشان تعرفي تشوفيه. فدي تاني مشكله ممكن تقابلك في الموضوع، العرض والطلب. لو بقى الموضوع زاد عن كده، يعني الطفل بقيتي مش قادره ترضعيه، تعبتي فعلا، او هو فعلا نايم ومش مش قادر يصحى ومش بيرضع وقت ما بتصحيه، قدامنا حلين. اول حاجه شفاط الثدي. شفاط الثدي هيساعدك جدا جدا في زياده اللبن، لانك مش هتحتاجي ان انت تعتمدي على الطفل. حتى لو الطفل بيرضع رضعات منتظمه وكتيره وشايفه كميه اللبن قليله، انت برضو ممكن تشفطي بعد كل رضعه وده هيطلع لك كميه كبيره. يعني مثلا اول حاجه لو الطفل بياخد 8 رضعات، بعد كل رضعه هنشفط من كل ناحيه 5 دقائق، حتى لو طلع كميه قليله مع الوقت هتزيد، وده بالظبط اللي احنا محتاجينه. طيب لو الطفل نايم اغلب الوقت وبيرضع رضعات قليله في اليوم، هنحاول طبعا معاه، بس مثلا لو بيرضع 5 رضعات في اليوم في البدايه بالذات بعد الولاده، هنكمل الباقي بالشفط، وده هيساعدنا ان احنا نزود اللبن. لو الطفل مش عامل التقام صحيح وده عامل لنا الم، هنستبدل رضعاته بالشفط ونديله اللبن المشفوط ده بحاجه اسمها رايل او بالسرنجه مش بالببرونه، عشان الببرونه مشاكلها كبيره، وهنديه للطفل. هنشفط من 8 ل 12 رضعه حسب احتياجه، ونديه للطفل بطريقه تانية غير الببرونه. واهم من ده كله ان احنا اول ما الثدي يبقى او الحلمه التشققات اللي فيها تهدى، ونستخدم طبعا كريمات تشققات الحلمه زي الاورينت ان، وناخد مسكنات، ان احنا نبتدي برضو نرجع الطفل ان هو نعلمه يعمل التقام صحيح عشان يرضع برضو بشكل مباشر. من الحاجات برضو اللي بتساعد قوي لو الموضوع وصل ان احنا كمية اللبن قليلة جدا ووزن الطفل مش بيزيد بشكل كفاية، ان احنا نستخدم باور بامبنج. هي مجهدة جدا، بس هي لو التزمتي عليها لمدة اسبوع او 3 مع التشفيط العادي في المرات العادية، هتلاقي زيادة
مش طبيعيه في اللبن. الباور بامبنج بيعتمد ان احنا نركز شفط اللبن على كل ناحيه بشكل مكثف لمده حوالي ساعه بالتبادل على كل ناحيه. الباور بامبنج او التشفيط المكثف للثدي بيكون مش هدفه ان احنا نطلع لبن كتير قد ما هدفه ان احنا نحفز المخ، ان نبعت له اشارات بان الطفل محتاج كميات كبيره عن طريق البامب او الشفاط، ان هو بيسحب كميات كبيره قوي في اليوم، وبالتالي طالما هو محتاج كميات كبيره او بيسحب كميات كتيره فبيبعت اشارات المخ ابعت لي لبن تاني. ودي الطريقه اللي بنعمل بيها التحفيز عن طريق الباور بامبنج او التشفيط المكثف. ده بياخد حوالي ساعة من التشفيط المكثف بالشفاط المزدوج مش بالشفاط السنجل. بناخد حوالي 20 دقيقة بامبنج على الناحيتين، وبعد كده بنرتاح 10 دقايق، وبعد كده بنعمل بامبنج تاني على الناحيتين 10 دقايق تاني، بناخد ريست 10 دقايق كمان، واخر حاجة بنبامب لمدة 10 دقايق. تاني بقرر ان انا مش هدفي في البامبنج دي ان انا اطلع في الاخر كمية لبن كتير، انا هدفي ان انا كل ما بعمل كده كل يوم ببعت اشارات للمخ ان احتياجي للطفل ده كتيره قوي، فابعت لي يا مخ وفرز لي الهرمونات اللي بتطلع لي لبن كتير قوي. مع التكرار مثلا اسبوعين لثلاثه هتلاقي كميه اللبن تلقائي بتزيد قوي، يوم عن يوم هتلاقي فرق، بس ما نحبطش من اول يوم او يومين لان مش هدفنا ان احنا نطلع في التشفيط ده لبن كتير. اهم اسبوع بيحصل فيه مشاكل كتير قوي في كميه اللبن، ولو انت حاولتي في الاسبوع ده تعمليه صح في الاغلب مش هتعاني ابدا من نقص اللبن. اول اسبوع ده بيحصل فيه زي ما قلت لك بيتحول اللبن من مرحله اللي هي السرسوب لمرحله انتقاليه كده، بعد كده يزيد اللبن جامد. في مرحله الزياده دي بيحصل ايه؟ بتلاقي القنوات بتاعه اخراج اللبن بتبتدي تتسد باللبن التقيل اللي كان موجود في الاول، ويحصل حاجه اسمها تحجير، عاده بتحصل على اليوم الرابع، او انسداد في قنوات اللبن. دي عاده بتحصل في اليوم الثالث او الرابع لما بيبتدي بقى اللبن يتحول من مرحله السرسوب للبن العادي، وبيكون لسه معده الطفل صغيره انها تاخد كميه اللبن دي. نعمل ايه بقى في المرحله دي؟ اهم حاجه ان احنا نعمل مساج ميه دافيه او بالقربه الدافيه السخنه نحطها على الثدي بحيث نزود ادرار اللبن ويطلع اللبن متحجر ده. كمان بنعمل مساج بحركات دائريه زي ما موجود في الصوره كده. المساج ده بيساعد قوي قوي على خروج اللبن، ولازم نعمل ضغط للمساج ده عشان اللبن بيكون للاسف مكلكع وبيكون صعب حتى ان الطفل ان هو يشفطه. وطبعا استخدام الشفاط الثدي في المرحله دي هيكون مهم قوي، لانه مهما كان الطفل بدا ان هو معدته تكبر بتكون مش بكميه اللبن اللي متحجره جوه الثدي. عايزه اقول لك لو فكيتي اللبن في اليوم ده بسرعه قبل ما حتى يحصل لك سخونيه، لان اللبن تحجيره وزيادته في الثدي ممكن يقلب بالسخونيه، ومع الوقت كمان لو ما تصرفتيش بسرعه ممكن يعمل خراج على الثدي. فانت لو فكتيه فعلا في نفس اليوم وبدري هتضمني انه كميه اللبن هتكفي الطفل لفترات طويله، وهتضمني ان دايما اللبن يكون زياده وكتير ويكفي الطفل. فاهتمي قوي باول اسبوع واول 3 ايام من الرضاعه الطبيعيه، فتره التحجير دي بالذات، لان بعديها فعلا هترتاحي قوي لو عملتيها صح. تاني حاجه بتعزز انتاج اللبن هي اللي هو التاتش او السكين تو سكين، ان انت تتلامسي مع الطفل وانتم مخففين ملابسكم بالذات عند منطقه الثدي. ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل الطفل تحفيز، انه ربنا خلقه على غريزه او فطره معينه للرضاعه، وبالنسبه لك انت بيطلع من جسمك هرمونات. الهرمونات دي بتزود اللبن زي هرمون الاكسيتوسين وهرمون البرولاكتين. هرمون الاكسيتوسين ده هرمون الحب، اللي ممكن مثلا لو تسمعي صوت البيبي بيعيط او بيضحك او بيعمل اي حاجه ممكن تلاقي انه اللبن بينزل من ثديك بشكل تلقائي، ده لان هرمون الاكسيتوسين اتفرز في جسمك. الحاجة الثالثة اللي ممكن برضو تزود تدفق اللبن، مش تزود انتاجه قد ما تزود ان هو يخرج، هو ان احنا نعمل حاجة زي مساج اثناء الرضاعة. لو الطفل مثلا بدأ ان هو يقلل الرضاعة او ينعس شوية، ان احنا ممكن نبتدي نعمل مساج كده من اعلى الثدي وعند الجانبين لغاية منطقة الحلمة، ده هيزود ان اللبن ينزل له وقت الرضاعة. او كمان ممكن نعمل تعصير خفيف بايدينا التانية، يعني حركة السي كده، بحيث ان هو ينزل له لبن اكتر. اهم مبدأ عايزة اسيبهولك في الفيديو ده، مبدأ انه انت لازم تفرغي الثدي للاخر. يعني لو في رضعه الطفل حسيتيه ما فضاش فيها الثدي للاخر، اشفطي الكميه المتبقيه دي عشان زي ما قلت لك المخ يتنبه انه فضي فيعمل كميه اكتر وما يقلش في اي وقت من اوقات الرضاعه اللبن. رابع حاجة كمان ممكن تزود اللبن هي الأدوية، حاجات زي بريستو وحاجات زي هربانا. بالنسبة لي هربانا كان افكتيف أكتر لأن هو فيه تركيز شديد قوي للأعشاب اللي هي زي الحلبة والشمر، اللي هي الحاجات اللي بتعلي اللبن بشكل كبير. بس مفيش حاجة دايما فكري فيها، مفيش حاجة سحرية،
هتاخديها هتعلي اللبن، هي بس هتساعد في مرحله ان انت تستعيدي اللبن او تكتري اللبن مره تانية. وبرده بعض الاكلات او المشاريب، طبعا الحلبه من الحاجات المهمه قوي، وكمان الاكلات اللي هي غنيه بالبروتين ومنتجات الالبان والسمك والحاجات اللي فيها اوميجا 3، الحاجات دي هتساعد ان انت صحتك بصفه عامه تكون احسن، وان كمان اللبن يكون كويس. من اهم الحاجات اللي تهتمي بيها هي شرب الميه. الميه مش الحاجات اللي هي فيها كافيين، لان الحاجات اللي فيها كافيين او الشاي من الحاجات اللي هي اصلا عكس ان انت تشربي ميه، يعني دي مش حاجه كويسه. لكن الميه نفسها مهمه قوي، لان اصلا اللبن 80% منه ميه، فهو كل ما تشربي كميه تكفيكي مثلا 3 ل 4 لتر في اليوم وتوزعيهم على مدار اليوم، ممكن مثلا قبل الرضاعه وبعد الرضاعه واول ما تصحي من النوم، الحاجات دي هتخلي اللبن يكون كميته مش قليله. النقطة بقى السادسة والأخيرة ان انت ابعدي عن التوتر. حاولي ان انت تكوني دايما في مود هادي. انا عارفه الوقت ده انت متألمه من الولاده وان انت تعبانه برضو من كميه اللبن وفي صريخ وقله نوم، بس حاولي ان انت تطلبي مساعده من الناس الموجوده ومتاحه ليكي. يعني مثلا لو في حماتك، لو مامتك، المتاح ان هو يساعدك ويقلل عليكي من الضغط والاعباء، الحاجات التانية اللي ممكن تعمليها في البيت، وتحاولي ان انت تكوني في اهدى ما يمكن. ده هيساعد على اللبن. هرمونات التوتر هي بالظبط عكس هرمونات زياده اللبن، ده ممكن يدخلك في ان اللبن يكون قليل. كمية بقى خرافات حوالين الموضوع ده انا بجد محتاجه اقولك عليها، عشان لو حد قالك من الحاجات دي ما تصدقيهاش، ما تعمليش وراهم. زي مثلا انه ممكن حد يقولك ان انت لو اكلتي اكلات معينه اللبن هيكون في حته تانية وهيزيد قوي. مفيش حل سحري لزياده اللبن، هي مشوار بنمشيه مع بعض، واهم قاعده فيه هي السحب والطلب زي ما قلت. انما فكره بقى ان انت تزودي اللبن عن طريق المغات وعن طريق المرتة والحلاوه الطحينيه والحاجات دي مش هتزود اي حاجه غير وزنك. هي بتعتمد على فكره ان هي تعطشك للميه فتشربي ميه كتير فاللبن يزيد. فانا من الاول قلت من اهم الحاجات هي السوائل، انما الحاجات دي مش بتزود اي حاجه غير وزنك انت. وكنت اتكلمت عن ازاي ان انا خسرت وزني بعد الولاده، وحط اللينك بتاع الفيديو ده في الايفو وفي الديسكريبشن كمان عشان ترجعي له. تاني خرافه بقى للاسف بجد بتفقد بعض السيدات ثقتها في نفسها، انه حجم الثدي بيعتمد عليه كميه اللبن. هي الموضوع ملهوش اي علاقه. حجم الثدي ده ليه علاقه بكميه الدهون، ملهوش علاقه بكميه الغدد اللبنيه المنتجه للبن. كميه الغدد اللبنيه المنتجه للبن في الثدي الكبير او في الثدي الصغير حاجه واحده. الفكره بس انه ربنا خلق لكل ام ان هي تقدر تشبع طفلها بغض النظر عن حجم الثدي، فبلاش حد يقنعك بحاجات ويقلل ثقتك بنفسك وهي مش حقيقيه. ثالث خرافه بقى، والخرافه بالنسبه لي كارثيه جدا، هي انه لو ام لسه والده وبترضع طفلها ومش حاسه ان اللبن بينزل منها، ان الام او حد من الاهل يقنعها انه اللبن مش كفايه او ان الطفل مش واصل له كفايه، فندخل مع اللبن ده ندخل معاه صناعي. دي كارثه. اول 3 ايام من الولاده اللبن بيكون في حاجه اسمها لبن السرسوب، احتياج الطفل بيكون قليل جدا، واللبن اللي الام بتنتجه في الوقت ده بيكون كثيف بس كميته قليله. اللبن السرسوب ده بيكون تقيل قوي ويكون لونه مصفر، بس بيكون فيه خلاصه الاجسام المضاده والخلايا المناعيه اللي جسمك كونها كل فتره حياتك، وبتديها له كده زي كبسوله كده، بتديها له في اول 3 ايام. كميتها مش كتيره، بس في الوقت ده اصلا معده الطفل بتكفيها معلقه شاي، فانت مش محتاجه تكوني بتدي كميات كبيره. ما حدش يقنعك ان انت تدخلي لبن صناعي، لانه اصلا ده هيخلي الطفل يكون بياخد كميه اكبر من احتياجه، وممكن كمان تدخله في انه يحصل له مغص ويتألم في اول فتره بدون داعي. الفتره دي ركزي اللبن السرسوب ده اهم حاجه. وقبل ما تسمعي نصيحه حد في دخول اللبن الصناعي اتاكدي بس ان الدكتور اصلا هو موافق على ده، لانه زي ما قلت لك في ناس كتير بناء على استحسانها الشخصي بتدي اراء. فالاول حاجه ترجعي له حسب نمو واحتياج الطفل، اللي هيحدده الدكتور مش انتي خالص ولا حد من اهله. استخدام كمان التتينة او الباسيفاير الامهات اللي بتروح بيها في شنطه الولاده دي كارثه، لان بيحصل حاجه اسمها ارتباك للحلمات او التباس للحلمات. يعني ايه الفكره دي؟ دلوقتي الطفل لما بيرضع من ثدي الام، ثدي الام عباره عن قنوات رفيعه قوي، الطفل بيسحب وبيشفط منها اللبن. ده عمليه مرهقه للطفل، بياخد منه مجهود، حاجه اسمها ساكلينج افكت، بيبذل فيها مجهود عشان يطلع اللبن. طيب نيجي بقى للببرونه، بيعمل ايه الطفل؟ كل اللي عليه بيعمله ان هو ايه، يعض من فوق لتحت. العضه دي لا بنفس الارهاق ولا بنفس التعب، بس شكلها مختلف، دي حركه شفط ودي حركه عض. طيب تيجي بقى بعد ما داق من الببرونه او داق من التتينه وراح يجي يحاول يرضع من لبن الام، هيحاول يعمل نفس الحركه، مش هيطلع له لبن، فيبتدي ايه، ان هو يتعصب وان هو يتضايق واللبن عندك يتحبس في مكانه ويقل مع الوقت. فبليز اجلي دخول الببرونه
او التتينه خالص في الفتره دي، واجليها لفتره مثلا بعد شهرين ولا حاجه من الولاده. ليه؟ لان ساعتها الطفل هيبقى عارف كويس ازاي يرضع، وخلاص الرضاعه بالنسبه له استابليشد. لكن في الفتره البدري قوي ممكن يحصل له قوي التباس حلمات. لو شفطنا اللبن ممكن نستبدل الببرونه بحاجات مختلفه زي السرنجه، زي المعلقه، زي الدروبر، وزي كمان حاجه اسمها الرايل، هنتكلم عنها بالتفصيل في فيديو لوحدها. لو انت محتاجه الفيديو ده يا ريت تكتبيه في التعليقات، لانه ده فرق معايا في الفتره الاولانيه ان ما يحصلش ابدا التباس حلمات. عايزه افكرك بس ان احنا كل اللي قلناه في الفيديو ده محتاج صبر، محتاج ممارسه، محتاج على الاقل 3 اسابيع ان احنا نعمل ده بشكل منتظم عشان اللبن يزيد. وطبعا ما تتردديش لو في حاجه كبيره، او لو الطفل فعلا وزنه متاثر بشكل كبير، ان انت ترجعي للدكتور او استشاري الرضاعه عشان تقيمي الحاله بشكل منفرد. واحب قوي بجد اسمع منكم بقى في التعليقات ايه اكتر خرافه سمعتيها عن زياده اللبن. ولو الفيديو ده عجبك ما تنسيش ان انت تعملي لايك وتشيريه للناس عشان تستفيد منه اكتر كمان من الامهات، وكمان ما تنسيش ان انت تشتركي في القناه عشان يجيلك الفيديوهات التانيه.